النهارده كانت اغرب مباراه اشوفها لريال مدريد السنه دي، وكان في حضور رهيب لامهات اللعيبه في المقاهي العربيه، مفيش حد ما اتشتمش بامه، من اول مندي لكارفاخال لفينيسيوس، واللعيبه نازله كده يا جماعه احنا خايفين قوي من الاصابات عشان عندنا كاس عالم، وباقي اللعيبه اللي في الدوري الاسباني رايحه تلعب في كاس الخليج. يا سيدي ما انت ممكن تتصاب في اي وقت، ما انت ممكن تبقى نايم جنب مراتك وتتصاب، لا يعلم القدر الا الله سبحانه وتعالى. ولكن مباراه حسستنا بقيمه توني كروس لما اختفى النهارده في نص الملعب كان في كوارث. كريم بنزيما كمان المهاجم المحطه اللي كان بيسبب ازعاج، فرق جامد قوي عن رودريجو النهارده اللي كان مختفي، وكان نفسي يبقوا اتنين موجودين النهارده بسبب الضرب اللي كان يحصل. كاسميرو وراموس الاثنين دول كانوا يقدروا يدافعوا عن فينيسيوس جونيور عمال يتضرب مره واثنين واللاعب يدوس عليه واللاعب عمال يزقه واللاعب عمال يخبطه في وشه، واللعيبه بتاعه ريال مدريد النهارده كانت عامله زي البنات، خايفين قوي ان هم يحتكوا ويحافظوا على فينيسيوس جونيور ويحاولوا يضغطوا على الحكم. زي ما انا شايف ان الجمهور حتى عمال يضغط، 14000 مشجع يحسسك هم 80,000 90,000 مشجع. اللهم صل على النبي، والله العظيم حسيت كده ان الجمهور هيخرج من الشاشه اللي انا بتفرج عليها هيسلم عليا ويرجع تاني. كان ناقص الجمهور يلعب في الملعب، الجمهور بيسبب ضغط عالي قوي. انشيلوتي لعب قبل كده رايو فايكانو دوت، واخد بالك 3 مباريات ما خسرش فيهم ولا مباراه، لكن النهارده اللعيبه كانت نازله مفيش جرينتا مفيش حماس، اللعيبه كانت بتلعب بالستار. انا مش عارف اعد كام باصه غلط النهارده في المباراه، من اول مودريتش لمندي لكارفاخال اللي الجونين الاولين كانوا بسببهم من الناحيه اليمين، وتحس كمان ان يعني لا منك ولا كفايه شرك من الناحيه اليمين. حصل الهدفين الاول واخد بالك الاول والثاني، بعد كده اتحسب ضربه جزاء عليك وخدت انذار، صدها يا سيدي كورتوا، قلنا فرحنا وسقفنا وطلبنا سحلب على الصدى بتاع كورتوا في القهوه. جاء الراجل جايب لي السحلب والله العظيم بيقول لي اتفضل يا باشا السحلب اهو. لقيت ضربه الجزاء بتتعاد علشان الباشا اللي اسمه كارفاخال اتقدم بعد الخط واللاعب هو بيشوط ضربه الجزاء واتعادت ودخل الجون، فلغينا ميتين السحلب من وشك. انا مش فاهم برضو كارفاخال كان عايز ايه من المباراه؟ يعني كان ناقص ان انت تجيب جون وتسجل هاتريك، متسبب في هدفين ومتسبب في ضربه جزاء بسم الله ما شاء الله. اما بقى الناحيه الثانيه اللي هي الناحيه اليسرى بتاعه مندي، فتحس ان مندي النهارده عنده التيفويد، عنده الحصبه، عنده مرض مزمن، مش قادر يجري ولا قادر يباصي، حتى الباصه غلط. اللعيبه بتاعه روي فايكانو في لاعب اسمه ايسي بسم الله ما شاء الله، اللعيب الاقرع بتاعهم بيشوط ويراوغ وموجود في الناحيه اليمين وموجود في الناحيه الشمال، وتحس كده ان هو قلب فالفيردي. وبمناسبه فالفيردي مفيش صواريخ، في حد سرق الصواريخ بتاعت فالفيردي النهارده؟ لا في صواريخ ولا في بارود ولا في اي حاجه. فالفيردي تقريبا كان بيتمشى في المباراه. اسوأ مباراه اشوفها السنه دي لوكا مودريتش. جري يا عم لوكا، حسستنا فعلا ان انت عجزت، حسيت ان فعلا الشعر اللي عليك ده شعر ابيض مش اصفر. تحس ان لوكا مودريتش النهارده كان بيلعب في المركز 6، لا عارف يلعب في 6 ولا 6 ونص ولا الساعه 7 الا ربع. لوكا مودريتش في ضل الكره لما لا نهايه، كل شويه يباصي الكره غلط، كل شويه الكره تتقطع منه. طبعا ألابا لما بيلعب في قلب الدفاع فانت بتحس ان انت بتلعب ناقص واحد، يعني تحس ان مكان ألابا مع ميليتاو في قلب الدفاع ميكس كده يجيب لك ترجيع بيور بسم الله ما شاء الله. كورتوا النهارده وانا بتفرج على كورتوا مش قادر احدد الهدف الاولاني ولا الثاني غلطته. اي نعم هو صد الكره في الهدف الثاني ولكن دخلت ضربه الجزاء سدها، ولكن تحس برضو ان كورتوا مهزوز. فينيسيوس جونيور كان مركز برضو في المباراه النهارده ان هو عايز ياخد حقه، عايز ينتقم، ولو كان كمل في المسرحيه اللي هو مكمل فيها لولا انشيلوتي عمال ينبهه بتاع كان ممكن ان هو يطرد. اسينسو النهارده كان احسن الوحشين، الراجل جاب ضربه جزاء، الراجل صنع الهدف الثاني اللي احرزه ميليتاو، وعملنا ريمونتادا من 1-0 ل 2-1. اذ فجاه الاقي روي فايكانو هو اللي بيعمل ريمونتادا بيجيب الهدف الثاني، بعد كده بيجيب ضربه جزاء وكان ممكن يجيب الهدف الرابع. وبالك في الوقت الضايع اللي الحكم حسبه، وتحس كمان ان الحكم كان بيكلم مراته في الايربيس طبخنا ايه النهارده لانه تحس كده ان الحكم عمال يطول في كل قرار، وهبالك شويه يقول لك لا مش ضربه جزاء، لا هحسبها ضربه جزاء، لا مش عارف ايه. ولكن مباراه تحسب جدا للمدرب بتاع روي فايكانو، مدرب محترم جدا، قدر انه يتعادل مع برشلونه، قدر انه يتعادل مع اتلتيكو مدريد، كسب فالنسيا، ولكن قال لك اعلي بقى خلاص بقى، اعلي الطموح واعلي الريتم شويه، وبيكسب النهارده في مباراه مستحقه. يعني مفيش اي حجج، مباراه مستحقه فعلا لروي فايكانو ان هو يقدر يكسب ريال مدريد. ان النهارده وانت بتتفرج ما تحسش ان دي اللعيبه بتاعت ريال مدريد، تحس ان اللعيبه لسه بادئه، لعيبه كده هواه، لعيبه ما عندهمش الروح ولا عندهم جرينتا ولا عندهم اي حاجه،
ما عندهمش اساسيات كره القدم. اللعيبه بتاعت روي فايكانو، اذا كان اللاعب اللي اسمه جارسيا واخد بالك اللي خد احسن لاعب في المباراه النهارده، والواد اللي اسمه كامافينسا ولا فينس، والله نسيت اسمه، الواد اللي جاب الهدف دوت واخد بالك، تحس ان اللعيبه بتاعت روي فايكانو بتضغط عليك من الدفاع بتاعك، انت مش قادر تبني الهجمه، انت مش عارف تبني الهجمه. لكذا مره الاقي كورتوا عمال يشوط الكوره كرات طويله. طب بتشوط كرات طويله لمين؟ لرودريجو اللي مش باين وسط اللعيبه، لرودريجو اللي مش عارف يستلم حتى الكره. النهارده الواحد وهو بيتفرج على رودريجو تحس ان رودريجو النهارده كان تايه برده. فينيسيوس جونيور ما كانش مركز، قلنا ان اسينسيو هو كان احسن الوحشين النهارده. خط النص طبعا تشاوميني كان بيشاهد المباراه لكن في الملعب الراجل كان قاعد بيتفرج كده، حتى لما نزل كامافينجا الواحد برده ما اطمنش قوي يعني. نزل الواد اللي اسمه فاسكيز ونزل حتى ناتشو. في مشكله كبيره قوي في دفاع ريال مدريد، يعني انا ما افتكرش كام مباراه خرج منها ريال مدريد كلين شيت في الدوري الاسباني. كل مباراه لازم يدخل فيها هدف او هدفين. ادي المره دي خسرت انت النهارده 3-2، ترتيبك في الدوري الاسباني بقى الثاني. النهارده برشلونه وصل ل 34 نقطه تقريبا وانت 32 نقطه. برشلونه بكره هيلاعب اساسونا، لو كسب هيبقى 37 نقطه. المباراه اللي بعدها لما انت تكسبها هتبقى 35. هتنهي الدوري الاسباني قبل التوقف الدولي بتاع كاس العالم تقريبا كده، هيبقى برشلونه هو المتصدر. انا ما حدش يتوقعني. في الاخير يا عزيزي ما تنساش ان المارينج الجميل ساعات بيزعلك شويه صغيرين قد كده وبيصلحك ساعات كتير، فبتنسى اصلا هو مزعلك ليه. فلا تنسى ان تكتب هلا مدريد وتعمل لنا لايك جميل من هنا.